فيتامين دي مش مجرد فيتامين، ده هرمون بيأثر على قوتك في الجيم. بص، لما فيتامين دي يدخل جسمك بيتحول لشكل نشط اسمه كالسيتريول، وده بيشتغل زي هرمون فعلي جوه جسمك، بيرتبط بمستقبلات موجودة في الخلايا العضلية، وده بيساعد على زيادة تصنيع البروتين، يعني بناء عضل أقوى. كمان بيحسن التواصل بين الأعصاب والعضلات، فبالتالي الانقباض بيبقى أقوى وأسرع. ومش بس كده، هو كمان بيساعد جسمك يمتص الكالسيوم والفوسفور، وده أساسي لأي حركة أو كونتراكشن بتحصل في العضلة. علشان كده الناس اللي عندها نقص في فيتامين دي غالباً بيعانوا من ضعف في القوة وإجهاد أسرع، وحتى نسبة الإصابات بتبقى أعلى. المستوى الطبيعي في الدم بيكون حوالي 25 ل 50، ولو عندك نقص الجرعة غالباً من 1000 ل 2000 وحدة يومياً، بس الأفضل تعمل تحليل الأول، لأن الجرعة بتفرق من شخص للتاني حسب مستوى النقص. فلو بتتمرن وبتطنش فيتامين دي، انت كده بتضيع جزء كبير من مستواك. قولي في الكومنت، آخر مرة عملت تحليل فيتامين دي إمتى؟